فاكر إنك قفلت اللعبة؟ حقيقة لأ، حقيقة إن في حد بيراقبك 24 ساعة وإنت مش واخد بالك. آخر الأبحاث كشفت إن بعض الألعاب الموبايل بتفضل شغالة في الخلفية، وكمان بتراقب تحركاتك وبتراقب المايك وكمان الكاميرا. كل ده علشان يحللوا سلوكك، انت بتعمل ايه وبتتوتر امتى، بتفرح امتى. فبالتالي كل ده بيجمعوه عنك، يحللوا سلوكك علشان يتباع للمعلنين او يستخدم في توجيهك نفسيا داخل اللعبة. بعض الالعاب زي جي تي اي او ماين، المودات المرتبطة بيها بيتحقن فيها اكواد خفية علشان تفضل مفتوحة في الخلفية علشان تراقب وتجمع عنك كل حاجة. حتى لو انت محترف في الذكاء الاصطناعي مش هتقدر تحمي نفسك، لان حرفيا لو انت بتطبق في ثانية وهو بيطبق أقل من فيمتو ثانية بكل بساطة. بس ده مش كل حاجة. في لعبة مشهورة فعلا استخدمك صورتك، ولا إيه اللي حصل؟ يا ريت تكتب لي في الكومنتات انت حصل معاك ايه بالظبط وايه حكايتك، لان انا عارف ان في بلاوي بلاوي بلاوي، واللي بيجيلي في الدقيقة مش قليل. تعالى وهدافع عنك، متخافش.